أهلا بيك في الدرس الثاني من سلسلة الفرق بين الكلمات المتشابهة في الإنجليزية. في السلسلة دي بنشرح كلمتين متشابهين في المعنى بس بيكون في اختلاف بسيط بينهم، فالهدف من السلسلة دي هو توضيح الاختلاف ده. في الدرس اللي فات شرحنا الفرق بين frustrated و disappointed، الاتنين معناهم محبط بس في فرق بينهم شرحناه في الدرس اللي فات الموجود على القناة اللي حابب يسمعه. وفي الدرس ده هنشرح الفرق بين story و tale، الاتنين بمعنى قصة، بس ايه الفرق بينهم؟ يلا بينا نعرفه. الكلمة الأولى معانا وهي story، ودي تعني قصة حقيقية أو أدبية، والقصة الأدبية زي الحكايات والروايات والأساطير والخرافات وكل الكلام ده اللي محصلتش بالفعل، فستوري معناها قصة حصلت بالفعل أو قصة أدبية. تمام. مثال لاستخدام ستوري لقصة حصلت بالفعل: He told me a funny story about his trip to Germany، يعني هو قال لي عن قصة مضحكة حصلت معاه في خلال رحلته لألمانيا. تمام. مثال كمان: He told me a story about his childhood، يعني هو قال لي قصة عن طفولته، فبالتالي القصة دي حقيقية وحصلت معاه بالفعل خلال طفولته. مثال استخدام story كقصة غير حقيقية: She wrote a short story for her English class، يعني هي كتبت قصة قصيرة لفصل الإنجليش بتاعها، فالقصة دي ما حصلتش بالفعل بس هي كتبت قصة، يعني هي ألفتها. تمام. فدول مثالين لمعنى ستوري كقصة حقيقية حصلت وقصة ما حصلتش. تمام. بكده يكون معنى ستوري واضح معانا ان هي معناها قصة سواء حقيقية او ادبية. يلا نشوف عليها فيديوهات وامثلة اكتر. يلا بينا. System that it's a hard story for I think the media to tell on a day-to-day basis. System that it's a hard story for I think the media to tell. System that it's a hard story for that are running a second story over the picture, that are running a second story over the picture, that are running a second story over the picture. We start learning about the story of their unfolding lives. We start learning about the story of their unfolding lives. We start learning about the story of their unfolding lives. الكلمة التانية معانا النهاردة وهي tale، ودي معناها قصة برضو بس المرة دي قصة أدبية فقط، يعني حكاية، رواية، أسطورة قديمة أو خرافة زي قصة الأفلام أو حكايات قبل النوم وكل الكلام ده، حاجات ما حصلتش بالفعل. أما story قصة حقيقية أو برضو ممكن تبقى بمعنى tale. تمام. ناخد أمثلة عليها: My grandmother used to tell us bedtime tales، يعني جدتي كانت بتحكي لنا حكايات قبل النوم. مثال كمان: It's just a tale, I don't believe it really happened، يعني دي مجرد حكاية أنا مش مصدق إنها حصلت بجد. ناخد مثال تالت: He told me a strange tale about a talking dog، يعني هو قال لي حكاية غريبة عن كلب بيتكلم. طبعا الكلاب مش بتتكلم فدي حكاية أدبية. وبكده نكون شرحنا معنى tale. نشوف أمثلة أكتر بفيديوهات. Versions of his tale date to 2000 BCE and versions of his tale date to 2000 BCE and versions of his tale date to an ancient tale that ties the members of 4 species together is unfurling. An ancient tale that ties the members of 4 species together is unfurling. An ancient tale that فتعالوا بقى نعمل ملخص سريع كده لدرس النهاردة. story قصة بشكل عام سواء حقيقية أو أدبية، أما tale قصة أدبية بس. فلو هلخص الفيديو ده في جملة واحدة هتكون: كل tale هي نوع من story لكن مش كل story تعتبر tale. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو ده. لو عجبك الشرح ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، واشوفك الفيديو الجاي مع كلمات جديدة. مع السلامة.